السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي في قناتكم أخبار رادار إنفو. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. نشكركم بزاف على تعليقاتكم الطيبة، ربي يجازيكم ويعطيكم على قد نياتكم. فيديو اليوم رح نهدروا فيه من جديد على ملف زيادات الأجور ورفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وكذا زيادات المتقاعدين. بصراحة هذا الموضوع راه دار جدل كبير، وناس بزاف حابة تفهم شكون يستفاد بالزيادة كاملة، شكون يستفاد بزيادة متوسطة، وشكون ما يمسوش التليير. ومن جهة أخرى كاين اللي يسقسي على الجدول تاع الحجم الساعي وعلى الدفع المكشوف وكيفاش رح يكون التطبيق. باش ما نطولوش عليكم نخلوا الأمور واضحة وبسيطة. أول نقطة لازم نفهموها هي الفرق بين الأجر القاعدي، الأجر الخام والأجر الصافي. الأجر القاعدي هذا هو الأساس القانوني، كما نقول بالفرنسي سلاغ دو باز. الأجر الخام هو الأجر القاعدي زائد المنح والتعويضات. الأجر الصافي هذا هو اللي يدخل للجيب بعد ما يتنحاو الاقتطاعات. الآن كي قالت الدولة أنها رفعت الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 2,400,000 سنتيم، لازم نعرفوا باللي هذا الرفع يخص الأجر الخام الأدنى فقط، وما عندوش علاقة مباشرة بالمنح والتعويضات. بالنسبة للناس اللي تخدم بالحجم الساعي، الجدول اللي دار جدل كبير هو موجه فقط لعمال التوقيت الكلي 173 ساعة شهريا، وعمال التوقيت الجزئي، يعني مشي كل الفئات داخلة فيه. مثال بسيط، عامل في مصنع يخدم 173 ساعة، قبل الرفع كان الأجر الساعي حوالي 130 دينار، وكان يدي تقريبا 2,200,000. لكن باش يوصل للأجر الجديد 2,400,000 لازم الأجر الساعي يطلع لحوالي 138 دينار. يعني الزيادة راهي موجودة قانونيا، بالصح كي تدخل للجيب تكون أقل شوية على حساب الاقتطاعات. هنا نفهموا علاش بعض الناس يقولوا ما حسيناش بالزيادة. عمال التوقيت الكلي هم أكثر فئة تبان عندهم الزيادة مباشرة، خاصة اللي كانت أجورهم قريبة من الحد الأدنى. أما عمال التوقيت الجزئي الزيادة تطبق عليهم بالساعات، بالصح ما يوصلوش ل 2.4 مليون لأنهم أصلا ما يكملوش 173 ساعة. النقطة الثانية الدفع المكشوف. على حسب ما هو متوقع أجور جانفي وفيفري رح تبقى نفسها كيما ديسمبر، يعني بلا تغيير. علاش؟ لأن الزيادة تحتاج تصريح من وزارة المالية، وهذا التصريح موجود، بالصح التطبيق غالبا يبدأ من مارس. ورانا نتمناو تكون الزيادة في فيفري، خاصة وأن رمضان قريب والمصاريف تزيد. وبالنسبة للمتقاعدين، رفع الحد الأدنى للأجر ينعكس أيضا على المعاشات الاستثنائية. كل واحد معاشه أقل من 2,400,000 رح تطلع من جديد، والناس اللي كانت معاشاتها ما بين 1.5 مليون و 1.8 مليون راهم كامل يستفادوا من الرفع. لكن المتقاعدين اللي معاشاتهم فوق سنيغانجي الزيادة عندهم تكون أقل باش تبقى الفوارق بين الأجور، وهذا كامل داخل في إطار الزيادات الاستثنائية اللي راح توصل تدريجيا لهدف 53% في المستقبل، وهذا يتطلب مرسوم جديد راح يصدر لاحقا. الخلاصة، الزيادات رسمية وخرجت في الجريدة الرسمية، تطبيقها يكون يا في فيفري يا في مارس كأقصى تقدير. أكثر فئة تستفاد هم أصحاب الأجور الضعيفة والمتوسطة والعمال المتعاقدين والتوقيت الجزئي والكلي. المتقاعدين كذلك رح تمسهم الزيادة بنفس الترتيب الزمني. ونحب نقول كلمة للناس اللي تعلق تعليقات سلبية بدون سبب. القناة ماهيش ملك شخص واحد، بل فريق كامل يخدم عليها، وهدفنا الوحيد هو إعطاء المعلومة الصحيحة بلا إشاعات ولا تهويل. اللي عنده تصحيح مرحبا به على راسي، بالصح دون تجريح. قبل ما نهضروا على الزيادات لازم نفهموا 3 مصطلحات أساسية: الأجر القاعدي وهو الأساس القانوني اللي تتحسب عليه كل المنح والتعويضات، الأجر الخام الأجر القاعدي زائد المنح والتعويضات، الأجر الصافي الأجر اللي يدخل فعليا لجيب العامل بعد الاقتطاعات.
الدولة لما أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون إلى 2,400,000 سنتيم، هذا القرار يخص الأجر الخام الأدنى وماشي المنح ولا التعويضات. النقطة الثانية، الجدول الخاص بالحجم الساعي. الجدول اللي دار ضجة كبيرة الأيام اللي فاتت مهم نوضحوه. هذا الجدول ماشي للجميع، راهو يخص فقط العمال اللي يخدموا بالحجم الساعي. التوقيت الكلي 173 ساعة في الشهر، التوقيت الجزئي أقل من 173 ساعة. مثال بسيط، عامل يخدم 173 ساعة شهريا، قبل الرفع كان الأجر الساعي حوالي 130 دينار ويخرج له تقريبا 2,200,000. باش يوصل للأجر الجديد 2.4 مليون لازم الأجر الساعي يرتفع إلى حوالي 138 دينار. لكن بعد الاقتطاعات العامل يدخل لجيبه مبلغ أقل شوية، وهنا الناس تقول ما حسيناش بالزيادة. الزيادة موجودة قانونيا لكن تنقص منها الاقتطاعات وهذا طبيعي. أما الناس اللي يخدموا توقيت جزئي صحيح يستفادوا، بصح ما يوصلوش ل 2.4 مليون لأنهم أصلا ما يكملوش الحجم الساعي القانوني. النقطة الثالثة، الدفع المكشوف. على حساب المعلومات المتوفرة حاليا، أجور جانفي وفيفري راح تكون غالبا نفس أجور شهر ديسمبر بلا تغييرات. علاش؟ لأنه تطبيق الزيادة يحتاج تصريح إداري من وزارة المالية، وهذا الإجراء ياخذ وقت، وبالتالي التطبيق المحتمل يكون في مارس وربما في فيفري إذا تم تسريع العملية. ونتمنى شخصيا وباسم كامل المتابعين أنه التطبيق يكون قبل رمضان لأنه المصاريف تزيد في هذا الشهر. النقطة الرابعة، تأثير الزيادة على المتقاعدين. رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ينعكس مباشرة على بعض فئات المتقاعدين، خصوصا اللي معاشاتهم أقل من 2.4 مليون واللي كانت منحهم الاستثنائية أقل من 1.5 مليون. هذه الفئات راح تشوف زيادات معتبرة وقد تصل حتى ل 400,000 سنتيم. أما اللي فوق الحد الأدنى فالزيادة تكون أقل للحفاظ على الفوارق بين المعاشات. وزيادات المتقاعدين داخلة في إطار برنامج واسع للوصول إلى 53% زيادات إجمالية في مراحل لاحقة، وهذا يتطلب مراسيم جديدة راح تصدر في الوقت المناسب. الخلاصة، الزيادات رسمية وصدرت في الجريدة الرسمية. التطبيق المحتمل فيفري أو مارس والأرجح مارس. عمال التوقيت الكلي والجزئي وأصحاب الأجور الضعيفة والمتوسطة هم أكبر المستفيدين. المتقاعدين يستفادوا بنفس الشكل وبحسب الفئة. زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة أولى فقط نحو زيادات أخرى مستقبلية. كلمة أخيرة متابعينا، حابين نقولوا كلمة قصيرة لكن مهمة. القناة هذه ماشي قناة شخص واحد، بل فريق كامل يخدم بجد باش يقدم لكم معلومة دقيقة موثوقة ومن دون تهويل ولا مبالغة. النقد مرحب به، بل بالعكس يعاوننا، بالصح لازم يكون باحترام. ونشكر كل واحد يدعمنا ويشجعنا، وربي يجزيكم خير. ما تنسوش اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، دعمونا بلايك وبارطاجيوا الفيديو باش توصل المعلومة للجميع. وأي سؤال خلوه في التعليقات ونرجعوا عليه في فيديوهات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.